لاري بيج وسيرجي، أشرح لكم قصتهم بشكل سريع جدا. كانوا شباب وقدموا مشروع للدكتوراه فيه معادلات لوغاريتمية تحسن من نتائج البحث، بحيث لما تبحث عن كلمة تأتيك الصفحات المناسبة لهذه الكلمة بشكل أدق. وهذه الخوارزميات، لوغاريتميات، كلمة لوغاريثم، الجوريثمز جاية من خوارزمي، هو اللي اخترع هذا العلم. وبالتالي هذه أول رسالة كده بس بسيطة قبل ما نبدأ في جوجل، إنه أساس نجاح وتطور جوجل هي قواعد علم الخوارزمي أو اللوغاريتميات، بدونها لا يوجد جوجل. جوجل مكتب زيورخ. أهلا وسهلا، بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كيفك احمد؟ استاذ عمار. اهلا وسهلا، كيف امورك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بزيورخ. اهلا وسهلا. كله تمام؟ اوكي. هذا ايش هذا يا سلام؟ هذا تاج محل ولا؟ تاج محل. تاج محل الهند. اكزاكتلي، بامكانك عجيب تجربها. اوكي. وبتعمل نافيجيشن فوق تحت. هذا بيستعمل التكنولوجيز تبعت جوجل مابس وجوجل ايرث. اهو ابو الهول. ابو الهول شخصيا. عندكم الكعبة، فدحين احنا هنا مدينة ينبع، فجدة، مكة، مكة 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 مكة، زوم ان على مكة. وشايف هو سبحان الله كيف الحرم باين من فوق. وهذا مقام إبراهيم وحجر إسماعيل. طيب أنا عندي سؤال، إحنا حنغطي من ضمن موضوع جوجل تطورهم المستمر واختلاف منتجاتهم، إن هم بدأوا بحث وبعدين تعمقوا في أمور أخرى كثير. ففكرة الجوجل مابس أصلا يعني إيش دخلهم في المابس؟ ممتاز. الفكرة الأساسية في جوجل لما الميشن ستيتمنت هي organize the world's information and make it universally accessible، يعني رتب المعلومات في العالم وخليها متاحة للجميع. هذه الرسالة حقت الشركة. اكزاكتلي. فما توقفت عند فقط اللي هو البحث على خلينا نحكي التكست والايمجز والفيديو، لا تطور الموضوع كمان انه كان في عندك الجيو انفورميشن، المعلومات هي عبارة عن معلومات جغرافية، فهي برضه كان معلومات مفيدة للناس، فتم اللي هو خلينا نحكي تجميعها واتاحتها بطريقه سهله للجميع استخدامها، لانها بتسهل حياه البشر. جميل. فهي مشن واسعه جدا. مشن واسعه جدا تشمل يعني كل شيء. ابغى اوريكم بس درجه الانطلاق. دحين هذه تاسست سنه 98 99، يعني نتكلم من 13 سنه فقط. اليوم جوجل مبيعاتها 38 بليون دولار، تساوي الناتج المحلي لدوله اليمن، واعلى من الناتج المحلي لدوله مثل الاردن. وجوجل لوحدها تفوق الناتج المحلي لعشرات الدول الأفريقية. اليوم جوجل تملك أكثر من 40 بليون دولار كاش، يعني أكثر من احتياطي دولة مصر. بس نتكلم عن، تخيل الحجم، وأكثر من احتياطي من عشرات الدول الأخرى في العالم. فمرة أخرى قاعدين نتكلم على 13 سنة حولت شابين في العشرينيات من عمرهم إلى عمالقة، إلى مستوى دول. العامل الثاني عامل القيمة المضافة، انه انت عندك منتج ومعروف موجود في السوق، طيب كيف تضيف له قيمة مضافة للزبون او للمستخدم النهائي بحيث تصبح متميز؟ ياهو كان عندها بحث، جوجل جاءت وقدمت قيمة مضافة لهذا البحث، ثم جاءت وقالت احنا نبغى نكون الافضل في سرعة البحث. فإذا سويت الآن بحث في جوجل حتجد فورا لما أداك نتائج البحث كتب لك عدد الثواني تحت البحث، وعادة النتيجة بتكون كسر من الثانية. معناها أنه جوجل بحثت لك عن هذه الكلمة في ملايين إن لم يكن بلايين الصفحات اللي موجودة عندها، وقدمت لك النتائج في أقل من ثانية. أوكي، سووا البحث، جلسوا 2 3 هم المميزين في السرعة، ما اكتفوا فأضافوا موضوع البحث المخصص. فيعتبر إضافة كبيرة أنه أنا أقدر أكتب مثلا أشجار الموز مثلا، بحث عام يطلع لي لينكات لأشجار الموز، أو ممكن أبحث أشجار الموز في الصور فقط، فتطلع لي فقط الصور اللي لها علاقة بأشجار الموز، فهذا بحث في الصور. بعدين صار في بحث في الخرائط، جوجل مابس، وصار في بحث في الكتب،
وصار في الى اخره، صار عندهم الان يمكن 15 20 قسم بحث مفصل. طبعا الحديث عن موضوع القيمه المضافه يطول، وفي امور كثير حتشوفوها في العوامل الاخرى لنجاح جوجل، ولكن الفكره منها العامل هذا مهم انه نفهم انه المنتج مهما ظهر لنا انه منتج خلاص قديم، كيف ممكن تضيف اليه شيء مميز؟ ممكن، الامر مفتوح. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا، كيف حالك؟ يمكن عام. هنا مكتبك؟ هذا المكتب تبعي هو. بشرح لنا ايش الحتتين دول، عامل نفسك جلسه عربي انت والله ولا؟ هذا صاحبي احمد هون يعني قرر يحط قعده عربيه. اوكي. تو ميك ات مور يعني تو فيل مور هوم. اوكي. طيب نجرب الجلسه هذه بما انه يعني موجود. طيب سؤال سريع، موضوع اللبس برضه لاحظنا انه كل واحد لابس على كيفه. بيجي الواحد بيكون مرتاح، يعني اللي بده اياه بيلبسه يكون على ريحته. ممكن نعتبره كمان شويه تواضع؟ نوع من انه التواضع. ما في يعني تكبر أو انا صحيح. مدير فبالتالي لازمني مكتب مقفل ولازمني البس البدله ويعني. صحيح. شفت صوره اظن سيرجي او الثاني، المهم واحد من المؤسسين في مكتب دبي وحافي متصور مع الفريق وما هو لابس جزمه زارح وبيدخل المكاتب احيانا. صحيح. بتخلق نوع من الاريحيه بالشركه، وتخلق نوع مثل ما تفضلت وقلت انه ما في تكلف او ما في تكبر من الاشخاص اللي بيكونوا عندهم مراكز عاليه. جميل جميل. اسنان كاسنان المشط. كاسنان المشط. من اهم عوامل نجاح جوجل هي تلبيتها لحاجه انسانيه يعني موجوده عند كل البشر بلا استثناء، وهي الحاجه الى المعلومه، والحاجه الى المعلومه بسرعه. جوجل تعمقت في تلبيه هذه الحاجه، والامثله كثيره جدا. فمثلا الان انت في بحث جوجل تبغى معلومه ضرب، اضرب 365 في 4100، فورا حيعطيك نتيجه الضرب. تبغى تحول معيار الى معيار، اكتب 5 لتر الى جالون، يعطيك فورا الجالون. اكتب 22 كيلومتر، تبغى تحولها الى ميل مثلا، 22 كيلو الى ميل، فورا حيعطيك الميل من الكيلو. مسافر الى بلد وتبغى تحول عمله، فاكتب فورا مثلا 250 ريال الى يورو، فورا يعطيك اليورو كم قيمته. تبغى الطقس، توقع الطقس بكره، فتكتب weather tomorrow في البلد اللي انت فيها، فورا يعطيك توقع الطقس لل5 ايام الجايه. فتلبيه حاجه انسانيه عميقه وبدقه وباحسان هو النتيجه اللي ادت الى انه اليوم جوجل 42 بليون دولار ما شاء الله. هذه المكتبه هون، هذه مكتبه كلاسيك، مكتبه كلاسيكيه. فهذا مركزي المفضل لانه بحب الكتب كثير. انا فيك تختار كتاب زي مكتبه عامه يعني. مكتبه عامه. وفي بنفس الوقت فيك تشرب قهوه، فيك تشرب شاي، فيك تشرب عصير. في قهوه هنا ما شاء الله. دحين هذا هنا سيلف سيرفيس، الواحد يجي الموظف يجي يخدم نفسه ويعمل اللي يبغاه ويجلس في المكتب. صحيح. هذا مجانا هذا ولا؟ كله مجانا. الفلسفي تبع الشركه انه الموظف خليه يكون مرتاح بالشغل، يعني مش ضروري يطلع لبرات المكتب لحتى يشتري مثلا لوح شوكولاته او مثلا يشتري بوظه او يشتري فواكه او يشرب شاي، كله مأمن حده يعني. ايس كريم؟ ايس كريم ببلاش ولا كله ببلاش؟ اخر كلام. تفضل. يعني ناخذ يعني ولا؟ اهلا وسهلا فيكم. يلا. وقت الاكل، لانش بريك حاليا، الموظفين جالسين ياكلوا. طبعا هم بيتعاملوا هنا زي المطعم تماما، يعني كانك داخل مطعم. فهذا المنيو حق اليوم، هذا بتغير كل يوم. فهنا البوفيه عندنا كل انواع الاكل، صدر بط مع اناناس، بطاطس مسلوق، باستا، مكرونه، سندوتشات، كيك، عصير، فاكهه. المميز ايضا انه الموظفين هنا في جوجل يقدروا يجيبوا اصحابهم واهلهم. مش هذا تطلع. طيب تيك تو. الموظفين هنا في جوجل يقدروا يجيبوا اصحابهم واهلهم علشان ياكلوا معاهم هنا في مكتب جوجل مجانا. هذا من باب زيادة الولاء للموظفين للشركة، أنه بدل ما يطلع برا الشركة وياكل مع أهله برا الشركة أو مع أصدقائه، لا، جيب أصحابك هنا بس خليك في جوجل. خليك في جوجل عشان لا تطلع.
طبعا لا نغفل عامل مهم جدا لنجاح جوجل عشان نكون منصفين، يعني الأفكار وإبداع الشباب والعزيمة كلها إذا لم تتوفر في بيئة داعمة لهذه الأفكار والمشاريع يعني لا توجد فائدة. البذرة ممكن تكون بذرة رائعة وكويسة وممتازة، ولكن إذا حطيتها في تربة غير صالحة للزراعة حتجلس ما حتنبت شيء. وكذلك أفكار الشباب، وهذه يعني قياسها بسيط. يوجد إندكس أو قائمة للدول الأفضل في توفير بيئة مشجعة للاستثمار والاستثمار أفكار الشباب، والقائمة موجودة يعني على الإنترنت، وتلاقوا على طول فورا مثلا أمريكا من الدول اللي نتكلم عنها جوجل نشأت من أمريكا، فهي رقم 4 أمريكا في العالم. سنغافورة رقم 1، هونغ كونغ رقم 2، نيوزيلندا رقم 3، وأمريكا رقم 4. فمثلا حتى تبدأ مشروع، أنت الآن شاب عندك مشروع تبغى تبدأه، متوسط العالم العربي علشان تبدأ هذا المشروع تحتاج إلى 9 إجراءات مختلفة، تقوم بإجراء الأول بعدين الثاني، خطوات 9 خطوات علشان تبدأ مشروعك. في نيوزيلندا تحتاج إلى خطوة واحدة، خطوة واحدة أنت منتهي، مؤسس كل شيء ومظبط أمورك ومنطلق مشروعك. طيب إيش أكثر شيء بيخلي الموظفين جوجل عندهم ولاء للشركة؟ اول شيء الشغله الاساسيه انه جوجل فاليو انوفيشن، يعني خلق جوجل نوع من المناخ للموظفين لحتى يقدروا يعني يبتكروا الابتكار والاختراعات والجديده. بعطيك مثل، في كل موظف في جوجل عنده 20% من وقته مخصص يعمل المشروع يلي بده اياه. 20% من دوامهم من وقت العمل في امور ليس لها علاقه بشكل مباشر مع جوجل. يعني يقولوا لهم نبغاكم 20% من وقتكم تحلموا، تسووا كده مشاريع خارجه عن شغلكم اليومي. و20% وقت كبير، يعني بتتكلم يوم في الاسبوع. من هذه المشاريع كثير من نجاحات جوجل جاءت، مثلا أخبار جوجل، المحيطات في جوجل إيرث، المريخ في جوجل إيرث، بعض التطبيقات اللي موجودة في الأندرويد، جوجل سجست أو اقترح على جوجل. كل هذه مشاريع جاءت من الموظفين وعمدتها جوجل، ولكن جاءت فين؟ من ضمن 20% اللي هي مخصصة للعمل خارج العمل اليومي. من الأماكن الأساسية أيضا في كل مكاتب جوجل حول العالم هي غرفة البلاي روم. أوكي، طيب اشرح لنا اولا ايش الفكره هنا، ولا نلعب شوي وبعدين تشرح لنا براحتك يعني. تكون عندك مرات ايام عمل في ضغط بريشر بالشغل، بتجي تتنفس شوي هون، يعني تلعب نص ساعه بينج بونج او فيوز بول ولا فليبرز. Never been good in basketball. يا ولد ركزوا عليها دي كادت. عامل آخر للنجاح، وهذا أذكره سريعا، أن الشركة ديونها صفر. شركة لا تعتمد على الدين، لا تعتمد على القروض من البنك مما يثقل من كاهلها ومديونياتها واحتياجها أن تدفع فوائد على البنوك. هذه أي أحد مستثمر يفهم قيمة هذا الأمر. وهذه رسالة أيضا مهمة لكثير من الناس اللي داخلين في التجارة. بعض الناس يكبر أكبر من حجمه ويعتمد على قروض كبيرة، وكثير من الهوامير العالم في العالم كله سقطوا بسبب أنهم كبروا أكبر من حجمهم واعتمدوا على الديون الكثيرة التي أثقلت الميزانية حقت الشركات، وبالتالي سقطوا. فهذه ميزة مهمة جدا لجوجل، دين يساوي صفر. الكافيتريات مش بس الأكل فيها مختلف، حتى شكلها مختلف. إنهم مسويين مكان زي المترو، أيضا في بورد جوا الكافيتيريا هنا، فأيضا جو العمل اللي هو ما هو مرتبط بالمكتب. الطابع بتاع الكافيتيريا ده هو كأنها محطة مترو. إيش أكتر شيء يعجبك أنت في العمل هنا؟ من أهم الحاجات اللي بتعجبني هي البيئة المفتوحة تماما. مفيش يعني مثلا هيكل تنظيمي متصلب جدا في جوجل، ممكن اي حد يكلم اي حد بغض النظر عن انت مين او بقالك قد ايه. شايف دي حاجه مفيده جدا. احنا قالوا لنا انه في طرق خنفشاريه في الانتقال من طابق الى طابق. نتعرف على واحده من الطرق هذه. ما سمحوا لي انزل.
معلش بقى قلت لهم انزل، قالوا لي لا وتامين وحكايه ولازم تتمرن ولازم تتدرب طيب، وفي نزله كمان في طريقه ثانيه خنفشاريه اخرى للنزل؟ بالظبط. النزول دي بقى الزحليقه. حنجرب انه ننزل على الكافيتيريا تحت ان شاء الله. بسم الله. سليمة. اوف ناس كثير هنا. اوكي. فالطابع بتاع الدور ده هو السماء. فهتلاقي السماء. هتلاقي هنا مثلا منطاد. ده طبعا تلفريك زي ما انت عارف، بس تم كده التعامل معاه بحيث ان هو يبقى شكله شكل منطاد. هنا هتلاقي كانها طائره هليكوبتر. وهنا ايش مكان اجتماعات بيجتمعوا يعني الناس؟ يعني اللي جالسين ورانا هنا ايش بيسووا قاعدين؟ ده اجتماع اتنين بيتكلموا عايزين شويه خصوصيه، فبيخشوا جواه يتكلموا. هتلاقي كل الناس قاعده في حته مفتوحه، فلو واحد عايز مثلا يعمل مكالمه تليفونيه، عايز يتقابل مع حد ومفيش ولا ميتنج، يدخل كده بالظبط. بالمناسبه كثير ناس ما يعرفوا انه يوتيوب، وهذا جزء من جوجل، يعني جوجل اليوم تملك يوتيوب، اشترتها في 2006، فهذه في إشارة أيضا إلى استثمار الفرص من بدري. شافوا موقع متميز ليس له مثيل ففورا قاموا بشرائه. فالفكرة هذه مهمة جدا، أنه ليس النجاح بالضرورة يأتي من أفكار من الداخل. إذا في أحد غيرك ناجح تحالف معه. حلاقة، غرفة الحلاقة، تاخذ موعد، تجلس ويحلقوا لك شعرك. العامل الآخر وهو عامل مهم جدا وهو موضوع الأمانة. جوجل عندهم شعار من أول ما بدأوا do no evil، لا نفعل شرا. وموضوع أساسي جدا لنجاحهم، إذا اختفى ستسقط الشركة فورا، موضوع ثقة المستخدمين بهم. الإيميلات كلها حقتنا اللي بيستخدموا مثلا جيميل كلها موجودة في السيرفرات حقت مين؟ في سيرفرات مين؟ جوجل. لولا ثقة المستخدم أنه هذه الشركة لن تسيء استخدام المعلومات اللي موجودة عندها، المعلومات الهائلة اللي موجودة عندها عن كل شخص، لو لم توجد هذه الثقة لما استخدموا هذه المنتجات. واللحظة اللي يفقدوا فيها المستخدمين هذه الثقة تسقط الشركة. اللي يبغى مو يرتاح، اللي يبغى ينام ممكن يجلس هنا، حط السماعات، يستمع لما يشاء، ويقول لكم تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.